بعد ما عرفنا يعني ايه مقطع في الانجليش، عاوزين نتعرف على المقاطع جوه الكلمات عشان نشوف ننطقها صح ازاي في الانجليش، عشان نفهم بتنطق ازاي الكلمه من خلال السيلابلز، المقاطع. في الانجليش الكلمه بتكون 1 syllable 2 syllable 3 syllables. الكلمه بتكون مقطع واحد او مقطعين او ثلاثه، او في كلمات بتبقى اكتر من 4 مقاطع كمان. مقطع واحد مثلا زي كلمه pen. pen اللي هو البن، سوري pen. pen اللي هو القلم، 1 syllable مقطع واحد. وفي كلمات بتبقى مقطعين زي pencil. pencil. في كلمات بتبقى 3 مقاطع، في كلمات 4 مقاطع، وفي كلمات 5 مقاطع. أهمية المقاطع إن إحنا بنعرف ننطق الكلمة صح بالإنجلش، لأن في الإنجليش بيبقى فيه ستريسات على مقاطع معينة. يعني مثلا كلمة مثلا زي كلمة إنجلش اللي هو اسم اللغة نفسه، بنطقها إزاي؟ أنا فهمت إنها 2 syllables. English. مقطع إنج ومقطع لش. لما باجي أنطق كلمة إنجلش بيبقى فيه ستريس واحد في كل كلمة في الإنجليش. لو الكلمة مقطع واحد طبعا يبقى ستريس في المقطع ده لأن هو مقطع واحد. لكن لو الكلمة 2 syllables بعرف الستريس فين، بسمع الكلمة كويس وبنطقها فبنطق انجلش كويس. يعني مثلا كلمة زي كلمة English 2 syllables. English عندنا 2 مقطع، بس أنا بعمل ستريس على المقطع الأول اللي هو إنج. يعني اللغة الإنجليزية بالإنجلش اسمها English. English بعمل ستريس على الإنج. يعني مثلا بقول إيه I speak English. واضح جدا إن في بضغط شوية على المقطع الأول. I speak English. Do you speak English? إنج. في ستريس على المقطع الأول اللي هو إنج. ستيب باي ستيب بنقدر نفهم أهمية المقاطع عشان أعمل يعني لما باجي أتكلم الكلمة بعمل ستريس في أنهي مقطع. فمهم جدا إن أنا بفهم الحكاية دي في الإنجليش. ستيب باي ستيب نفهم يعني ايه مقاطع عشان نفهم الستريس بيجي ازاي على الكلمه في الانجليش، عشان نقدر نتكلم انجليش بجود اكسنت وبنطق سليم. حتى قبل الجود اكسنت يكون النطق اصلا سليم. الجود اكسنت ده موضوع تاني، خلينا نتكلم الاول انجليش نعرف ازاي ننطق انجليش كويس، وبعدين موضوع الاكسنت ده موضوع تاني. اوكي and good luck.